الحبايب مساء الخير. حسام حبيب كتب بوست كده لتامر حسني، الا انه كان في كلام صعب قوي فنان يقوله لفنان زميله تاني، وخاصه لو هم من جيل واحد. بارك له على الاغنيه الجديده اللي هي ما بيتنسيش بتاعته هو ورامي صبري، وقال كلام كتير قوي ما فيش حد بيقوله الفنان، لان يعني عارف انت لو هنتعامل بالمنطق مع عدوك اللي ابن كارك ما حدش هيقول لحد حاجه، الا انه قال والله انا بتكلم من قلبي جدا، انا فرحان لكم، انا فرحان ليك يا تامر قوي. كنت زمان بعتبر كلمه نجم الجيل لانك انت كنت الانجح بينا، رغم انك انت فعلا الانجح، الا انه كمان نجم الجيل ديت علشان انت كنت بتحلم لينا وبتحلم باسم جيلنا وبتفكر باسم جيلنا، ولسه بتفكر باسم جيلنا وبتحلم لينا، فده وبتعبر عننا. كلام كتير قوي ما يتقالش للامانه، ما يتقالش من فنان لفنان. كل واحد من النجوم الكبار دول بيبقوا شايف ان هو احسن من زميله وان هو انجح وان زميله دوت نجاحه مزيف، الا ان للامانه ان فنان يطلع يقول كده على زميل ليه. فحسام حبيب عنده حاجه حلوه كويسه، انا اختلفت معاه كتير، الا انه والله العظيم بس حسيت ان هو بيتكلم من قلبه، وزي ما انا بقول الوحش لازم اقول الحلو. وتامر ممكن اكون اختلفت وانتقدته، ولو هو عمل حاجه تاني يعني تستحق الانتقاد هنتقدها، الا انه يستحق اللي قاله حسام حبيب، لانه فعلا ليه دقات مجدعه كتير. شكرا جزيلا.